يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم أحلى متابعين. أهلا وسهلا بالمتابعين اللي انضموا جديد على قناتي. بداية الفيديو بدنا نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وطبعا جهزوا قهوتكم وتعالوا شوفوا الفيديو اللي صورت لكم إياه. طبعا أول شي شربت القهوة، كانت عندي بنت حماتي، الله يسعد قلبها يا رب، شربنا القهوة وقعدنا. بتعرفوا فنجان القهوة والقعدة اللي بتصير السير اللي بتصير وقت اللي نشرب فنجان القهوة. انبسطنا كتير. طبعا وتاني يوم يعني هذا الحكي كان لما شربنا القهوة مع بنت حماتي يعني مساء. تاني يوم الصبح عملت الثلاجة. يعني من أول مشاريع، يعني أنا كنت مخططة إنه بهذا الفيديو بدي أعمل الثلاجة وهيك. عملت الثلاجة، فضيتها وفكفكت كل الرفوف. أنا ما بحب أمسح تمسيح، أنا بحب أفكها كله أليفه بالمجلة. فائدة المجلة الكبير إنه بياخد الرفوف، بياخد الجوارير. كل ما أليف الثلاجة بقول الحمد لله على هالنعمة إنه المجلة كبير. أما قبل هيك عادي، يعني ما بحسها ميزة، بس لما بعمل الثلاجة بحسها ميزة، يعني ما بعرف، سبحان الله. المهم أحلى شي إنه هيك الواحد يعبي الدنيا صابون ويليف، وإحنا النسوة بنحب هاي الأشياء، وإنتوا كمان يعني كمتابعين بتحبوا تشوفوا هيك أشياء بتعطيكم طاقة وتحفيز، وهيك بتخلي الواحد يقوم بده يشتغل وبده. أنا هيك بصير فيي، يعني لما أحضر فيديو يكون واحدة مثلا بتنظف وهيك، خلص بصير عندي طاقة إني أنا بدي أقوم أشتغل وأنظف. بحب أحضر هاي الفيديوهات، وأتوقع أنتوا كمان زي هيك. طبعا الجوارير كله تلييف زي ما انتوا شايفين. سرعت الفيديو علشان ما تمل والله يا بنات، لانه كتير اخذ وقت. شو ما خلصت تلييف الثلاجة بتطلع جمعت المقاطع اللي هي تقريبا 35 ل40 دقيقة مدة الفيديوهات بس لتنظيف الثلاجة. فعلشان هيك اختصرت كتير اشياء. طبعا يا بنات أنا بحب أفضي الثلاجة كلها مرة واحدة، وبعدين أليف كل الرفوف مرة واحدة، بعدين بتركهم يتصفوا. بهذا الوقت بروح بليفها من جوا، ما بخلص تلييفها وتمسيحها وتنشيفها بكونوا الرفوف والجوارير تصفوا. فببدأ أنشفهم 100%، يعني بشريطة ناشفة، فوطة ناشفة. بعدين برجعهم، بعدين بصير أرجع عليهم الأغراض. أنا بالنسبة إلي يعني هذا هيك بحب أعمل الثلاجة، بحسها ما بتاخد وقت كتير. أما لما كل رف مثلا بدي أليفه وأنشفه وأرجعه واحد واحد، بحس إنه لا بياخد وقت كتير. فخلص هيك سبحان الله بحس غير، يعني متعودة هيك أعملها. طبعا يا بنات أنا بحب أحط البطاطا والبصل والتومة، بحب أحطهم بالثلاجة. يعني طول عمري هيك بعمل، ما عمري بتذكر إني أنا حطيتهم برا الثلاجة. في ناس كتير والأغلب يعني بحطهم برا الثلاجة، يعني حتى أهلي بحطوها برا الثلاجة. أنا لأ، متعودة من لما تزوجت ما كان عندي مكان أحط يعني بالمطبخ هاي الخزانة اللي فيها الجوارير للبصل والتومة. فأنا من يومها متعودة أحطهم بالثلاجة، وكتير منيح ومرتاحة يعني على هذا الاشي الحمد لله. هلأ يمكن كمان الكميات بتلعب دور. ممكن الناس اللي بتحب تجيب هاي الأشياء كمية كبيرة ما بيزبط معها تحط في الثلاجة. شو تتعب بالثلاجة بصل وبطاطا؟ أكيد ما حيزبط. ممكن والله عشان هذا السبب. أنا بالنسبة لي لا، بحب أجيب هيك يعني شويات، يعني ما بحب أكتر خضرة.
وهلأ صار دور الورقيات، المرحلة اللي ما بحبها في تنظيف الثلاجة. ما بحب أعمل ورقيات، بتفرفط روحي. بس حرام يعني بيخرب، يعني هذا الإشي إذا ما عملناه وانتبهنا عليه بيخرب. كان عندي هاي الخسة، يعني شلتها من الطبق وجلتنتها وحطيتها، حتى يعني في هلأ بصور معاكم في ورقيات كله بعمله، ما بخلي إشي. بتصير يا الله مرتبة الثلاجة، ما أحلاها ما شاء الله، كل شي منظم ومرتب، بس على طول بسرعة يعني هذا الإشي بيخلص وبنرجع إحنا ننفلها في أشياء تانية. يا الله يا بنات عن صوت الإزعاج اللي كان موجود. لسه الفيديو هذا ولا إشي، يعني تقريبا والله يمكن 6 7 ساعات، وهاي الرافعة صوتها والله أكتر من 7 ساعات. على نفس هاي نفس الصوت، بيبنوا إسكان جنبينا، وهاي اللي بيصبوا فيها ما بعرف شو اسمها، السيارة الكبيرة. مش طبيعي مش طبيعي صوتها والله العظيم، إنه يعني للحظة خلص بدي، كيف هيك الإنسان بس ما بعرف، هذا على فكرة إشي نفسي بيكون. يضل يسمع صوت مزعج زي هيك لفترة طويلة بصير معصب وبصير منرفز. آخر إشي يعني خلص قمت سكرت كل الأباجورات علشان يروح الصوت، يعني مش بس الشبابيك والأباجورات كمان، بس إنه يروح الصوت. مع هيك كان الصوت يعني أعلى وأقوى من إنه يروح من تسكيرة شباك أو أباجور. المهم يا بنات نرجع لموضوعنا. كان في عندي نعناع، ما شاء الله يعني عندي كيسين نعناع، بس واحد يعني نكهة النعناع زاكية وواحد عادي. المهم قطعتهم وحطيتهم. وهلأ صار دور باب الثلاجة. هلأ دايما أنا بس أعمل الثلاجة وأخلصها من جوا باجي أسكرها بلاقي الباب إنه لا لسه والله بده شغل كتير. ففضيت برضو نفس الطريقة بحب أعملها، فضيت كل الرفوف مرة واحدة وفكيتهم وليفتهم، تركتهم يتصفوا، وبعدين ليفت الباب نفسه. ما بخلص تلييف الباب بكون الرفوف تصفوا، وببدأ أرجعهم، يعني بنشفهم 100% من المي، وببدأ أرجعهم كلهم وأرتبهم زي ما أنا بدي. وبعد ما خلصت الثلاجة صار دور تحضير الغداء. كنت بدي أعمل كباب هندي، بس بلمستي، يعني أنا مش بالطريقة الأصلية تبعته، بس هي تركة صغير اللي بيختلف بين الطريقة الأصلية وطريقتي. المهم حطيت بهار طبيخ وفلفل أسود وملح وبصلة مفرومة ناعمة
على اللحمة، وخلطتهم يعني دعكتهم مع بعض، وبعدين عملتهم كرات. جهزتهم كلياتهم بالصحن الكرات، يعني يكونوا متساويين. في ناس بتحب تعملها تكون طويلة، شقفة اللحمة تكون طويلة. أنا بحب أعملها تكون كرة. المهم بدهم يكونوا متساويين. جهزتهم وحطيتهم بالصحن على جنب. وجهزت كمان الخضار اللي بدي أحطها. جبت بصل شرحات رفيعة كتير، وفليفلة كمان شرحات رفيعة كتير، وحطيت كمان بطاطا مسلوقة مكعبات قطعتها. بدها تكون تقريبا يعني حجم قطعة البطاطا زي حجم حبة اللحمة، علشان يكونوا متساويين ومتجانسين مع بعض، ما تكون كتير كبيرة أو تكون كتير صغيرة تنهر تدوب. طبعا زي ما شفتوا حطيت شوية زيت في المقلى، ونزلت كرات اللحمة شوي شوي علشان ما يخرب شكلها، وبس تاخد الشكل يعني تتماسك ببدأ أحركها شوي شوي، أو تقليب زي ما شفنا كيف كنت أعمل، عشان ما يخرب شكلها. خسارة يعني إذا فرطت حيكون منظر الأكل مش مرتب، يعني مو حلو، فلازم هيك على الهدى يعني. وبس استوت وصار لونها أشقر شلتها وحطيت الوجبة الثانية. بس قبل ما أحط الوجبة الثانية من اللحمة أو أي إشي بدي أحطه من بعد اللحمة، لازم أقيم البواقي اللي بتنزل من اللحمة، زي مثلا بصل أو فتافيت صغير، إذا انحرقت حتعمل طعم الأكل فيه حرقة ومرار. المهم كنت أصفيها بمصفاية صغيرة الزيت من بعد ما أقيم كل وجبة، كل شيء أحطه في القلاية وأشيله. أصفي الزيت شوية هيك، أحاول قد ما أقدر، ولازم يكون الزيت صافي ما في شوائب. المهم بعد ما قمت اللحمة كلها، بدي نكهة اللحمة الدهن اللي نزل من اللحمة تضلها موجودة. نقلت الزيت على الطنجرة هنا، ونزلت عليه البصل. شوفوا كيف لون البصل من لون اللحمة ماخد. لازم يكون من أثر اللحمة الزيت، عم بحكي لكم هون بالفيديو. المهم هلا لازم يعني إنه أنا أشيلهم عشان أحط البطاطا عشان ما تنهرى، بس هو كسل، هو ما بعرف إيش صار، بس الحمد لله يعني ما خربت. وسعت الخضار، زحتهم على طرف الطنجرة، الفليفلة والبصل. بعدين نزلت البطاطا على جنب. بدي البطاطا تاخد لون الشقار. هلا هي مسلوقة مستوية، بس بدي اياها تاخد نكهة الشقار وتكون متماسكة من برا، إلها غلاف، ومن جوا هشة وطرية. المهم نجحت المهمة الحمد لله. وبس أخذت اللون نزلت اللحمة. طبعا شوفوا كيف لون البطاطا لازم يكون على شقار. وحطيت على الخضار شوية ماجي علشان كمان نعزز النكهة. وطبعا بندورة طبيعية، عصرت بندورة وحطيتها فوق اللحمة والخضار وتركتهم يغلوا. وهون
وهون كمان عملت رز. أنا بحب أعمل الرز بالسمنة. حطيت شعرية وقلبتهم، وبعدين نزلت الرز، وبرضه كمان يعني حركتهم مع بعض شوي، ونزلت عليهم مية سخنة وملح، وغطيت عليهم طبعا على نار هادية. بحب أعمل الأكل حركتهم كتير منيح علشان ياخدوا نكهة الملح. في ناس بتحب تحط فلفل أسود على الرز، فأنا ما بعرف يعني مين جربها. أتوقع إنه يطلع زاكي، هيك نكهة بسيطة يعني ما يغير لونه، بس هيك نكهة بسيطة أتوقع بيعطي الرز نكهة زاكية. وبعد ما جهز غدانا سكبته. شوفوا ما شاء الله، حتى قوام المرقة البندورة تقيل ولذيذ من البطاطا كمان. يعني هاي هي الترك اللي أنا بعملها علشان تسمك البندورة شوي، تصير تقيلة شوي. المهم بعد الغدا شوفوا لي الإبداع والنشاط. رتبت الجلي بالجلاية ونظفت كل إشي. وهيك خلص الفيديو معانا لليوم. استنوني بفيديو جديد، بأمان الله.